السلام عليكم حبايبي الحلوين، اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل طريقه الرز البسمتي، وده تالت رز بنعمله مع بعض، بس المره دي بسمتي. البسمتي اللي هو حبايته طويله، وليه طبعا طريقه معينه. اول حاجه لازم تعايري، ضروري جدا. انا هعاير عندي كوبايتين، ادي كوبايه وهقول لك ليه دلوقتي حالا اهو. ودي كوبايه تانية عشان احنا طبعا بنحبه. هزود شويه وابقى عارفه المعيار اللي انا مزوداه. طيب بصوا بقى يا حبايبي، انا بالنسبه لنا عشان احنا بنحبه، اكلتنا النهارده قايمه على الرز البسمتي، فانا عملت ايه؟ كوبايتين مليانين والكوبايه التالتة مسح. خلي بالك من المعيار ده كويس جدا. الكوبايه اللي هتعيري بيها الرز البسمتي هي اللي هتعيري بيها الشوربه، مش ميه. لو ما عندكيش شوربه اعملي شوربه. طب اعمل الشوربه ازاي؟ ميه من الحنفيه، مرتة بصلة، يعني بصلة كبيرة، تدعكيها قوي بالطماطماية في الطبق، وملح وفلفل وشوية كمون، ولو عندك زعتر، روزماري، ورق لورا، شوية كوسة الطيب. كل ده يتحط في المية تغلي كويس جدا. ولو عندك مرق الدجاج يا سلام. عندك حتة سمنة بلدي حطي حطي عليها، حتة زبدة حطي عليها. المية غلت حلوة كده كويس ومتغطية عليها، بقت شوربة. لأن الرز البسمتي ما بتعملش غير بالشوربة. دلوقتي أنا عايرت أهو. دلوقتي هغسل الرز البسمتي كويس وهنقعه شوية علشان ما ياخدش سوا. اهو هغسله، بص معايا، زي الرز العادي اللي احنا، الرز الابيض بتاعنا البلدي. بص معايا، دعكه خفيفه. طبعا اي رز يا جماعه معلش يعني، كل واحد حر في طريقته. وكانت مامتي الله يرحمها تقول لي كل شيخ وله طريقه، يعني كل بيت وله طريقه. بس انا بسمع للاسف ان في ناس بتطبخ، بتاخد الرز تطبخه على طول، تقول لك اصل نضيف. حبيبتي نضيف من الطين، نضيف من الدنيبه، نضيف من الشعير، لكن مش نضيف من ضرب المكنه، مش نضيف من التراب اللي حواليه، مش نضيف من الرش الكيماوي اللي عليه. علشان كده مفيش حاجه اسمها رز نضيف او ده رز مزيت وهنطبخه على طول منه للحله. وحتى يا ست هفرض معاكي رز نضيف، فين النشا؟ ما هو انت علشان خاطر ما تغسلهوش بينزل نشا. بصوا معايا كده الرز البسمتي، شايفين الميه عامله ازاي اهي؟ مش نضيفه اهي. اصل في ناس بيجيبوا رز بسمتي اللي هو بتاع الشكاير وبيقوموا طبخينه على طول، لكن ما ينفعش يا جماعه. اهو حبايبي خلاص غسلناه 3 مرات او 4 مرات. شوفوا الميه بدات تبقى نظيفه خلاص اهي. هنعمل ايه؟ طبعا بس انقعيه شويه بس كده، قيمه نص ساعه او ساعه، لان ده بيساعد على التسويه بتاعته. طيب افرض انا ما نقعتهوش عادي جدا، ولا يستوى عادي جدا، ما يحصلوش حاجه، بس يستحسن ان انت تنقعيه قيمه نص ساعه ساعه. في ناس بتستعجل عليه وبتنقعه في ميه دافيه بحيث ان هو يستوي معاها بسرعه. فانا عامه جربته مره بالنقيع وجربته مره من غير نقيع، كله ماشي. هنشوف كمان شويه هنعمل في ايه يا حبايبي. السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل الرز البسمتي. احنا كنا نقعنا الرز البسمتي زي ما احنا عارفين، ماشي، قيمة ساعة ساعتين علشان خاطر ما ياخدش سوا معاكي. مجهزين معانا قبل كل شيء بصلاية كبيرة. ما عندكيش بصلاية كبيرة يبقى بصلتين وسط، مستكة وحبهان. ادي المستكة البيضة وادي الحبهان، ورق لورا، ده زعفران، علبة زعفران بجيبها من العطار، ماشي. لما نيجي نحط مفيش يعني ربع معلقة شاي. وده كركم
تمام. وده قرفه، دي قرفه، عيدان قرفه. وده لومي، اللومي ده اصله ليمون وينشفوه ويوصل للمرحله ده. طبعا لما نكتر من اللومي ده حلو. طبعا انا عشان ما بحبش القرفه كتير فانا باخد حاجه بسيطه منها، لكن لو انتوا بتحبوا القرفه ممكن تحط العود الكبير او عودين، مفيش مشكله. اول حاجه بنجيب حته زبده، تمام، وبنسيحها مع شويه زيت، تمام كده. اقوم جايبه البصلايه واقوم حطاها اهو تتحمر بقى. هنحمر البصلايه وارجع لكم تاني حبايبي. حبايبي انا خليت بس البصل يشم نفسه شويه، احط الحاجات ديت تكمل تحمير معاه عشان تاخد الشمخه بتاعته، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى يا جماعه، بقى رمضان خلاص يا حبايبي. طيب في نقطه عايزه اقولها لكم. يستحسن ان احنا قبل ما احط البصلايه على الزبده وعلى شويه الزيت، اللومي اللي انا حطيته وورق اللورا والمستكه والحبهان والقرفه ارميهم الاول في الزيت، ياخدوا تشويحه ثانيتين بس كده، يشموا النار. ليه؟ علشان حته الزبده والزيت يلقطوا من التوابل والحاجات اللي انا حطيتها دي. فانت لو نسيتي زي حالاتي كده عادي جدا، مفيش ادنى مشكله. حمري البصليه نص تحميره اهي، واول ما البصله يطلع ريحتها قومي حطي كل حاجه. حطي اللومي اللي هو الاسود دوت، حطي الورق الراوله، صوابع القرفه، المستكه والحبهان، يكملوا التحمير مع البصله بتاعتنا. مفيش حاجه في الطبيخ بتقف او بتقولك لا ابدا خالص. دايما نشغل مخنا، نشغل ايدينا والدنيا بتمشي. شايفين البصله؟ اقوم حاطه الرز البسمتي اهو، اشوحه شويه مع الحاجات دي كلها. بصوا معايا هنشوحه اهو. شايفين؟ نفضل نشوح فيه كده، حته السمنه مع شويه الزيت. طبعا لازم الزيت يكون نضيف يا جماعه، مش اي زيت، تمام. مع اللومي اللي حطيناه، مع صوابع القرفه، مع ورق الراوله، مع المستكه والحبهان. بصوا بقى معايا اعمل ايه. ده كركم، حط منه معلقه، ادي معلقه الشاي غراميه اهي. ما تخافيش من الموضوع ده خالص، انت ما تكتري منه بيدي طعم ورقه ومفيد جدا يا جماعه للعظم. بصوا معايا كده، ده زعفران عشان يدي اللون. بصوا معايا اهي على طرطوفه المعلقه اهو، وابتدي اقلب اهو. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه. الاكل ده ليه الرز البسمتي ده بيتحط له حاجات كتيره. ممكن وانت بتحمري البصله حطي معاه قرن فلفل متخرط يتحمر معاها. عايزه تحطي كرة طماطم بس تحطيها يعني قبل ما تحطي الرز بثواني عشان الطماطم ما تستويش، تمام. وبقلب اهوت، حاضر بقلب اهو كويس جدا. شايفين الكركم مع الزعفران اهو اهو اهو، شايفين؟ خلاص كده هي اتشوحنا. طبعا موطيين البوتاجاز واحنا بنشوح. بصوا معايا الحاجه،
شايفين الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الرز البسمتي هنعاير بيها الشوربه. انا كنت عامله ايه؟ كل كوبايه رز عليها كوبايتين شوربه، كل كوبايه رز عليها كوبايتين شوربه. هقوم معليه النار بعد ما خلصت حطيت الشوربه. وانا قلت لكم طبعا لو ما عندكيش شوربه تعملي فيها ايه كده. خلاص اهو. تاني يا جماعه، كل كوبايه رز بسمتي عليها كوبايتين شوربه. بس كده خلاص حبايبي. خلاص الرز شفتم اهو خلص اهو. نقلبه زي ما انا قايله لكم دايما بظهر المعلقه ومن تحت لفوق اهو. كده رزنا خلص، وهنبقى نتفرج على الاكل ان شاء الله وهو بيتغرف. شايفين مفلفل ازاي؟